السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ام يحيى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى يا حبايب ام يحيى، شوفوا ام يحيى عملت لكم ايه في الطاجن الجميل ده. عملت لكم شوية سبانخ باللحمة عظمة. لزوم بقى الشتاء والدفا. ايه ده؟ دفا وغذا وطعم ولون وريحة، حاجة فاخر من الاخر. تعالوا كده يا حبايبي نشوف عملنا الجمال ده ازاي. ايه بقى يا حبايبي المقادير بتاعه السبانخ الجميله ديت بتاعه ام يحيى؟ بصي يا ستي الكل، جبت كده حزمتين سبانخ. بصي بسم الله ما شاء الله صبحه وجميله ازاي. الحزمتين الراجل قال لي الواحده ب10، تمام. طبعا بما ان ايه ام يحيى بقى بتفاصل، خدت الاتنين ب15. قلت له دي دبلانه وحيرانه وزعلانه، وهي زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده طازه. فانا طبعا ايه بحب افاصل. خدت الاتنين ايه يا حبايبي ب15. بصوا ما شاء الله بلدي وجميله ازاي. على فكره دي بقى بصوا بتاعت الشتاء بقى جميله. طيب انا جبت ايه حزمتين سبانخ، وجبت حزمه شبت، تمام، وحزمه كزبره. تمام كده تمام كده. هعمل ايه بقى فيها يا حلوين؟ همسكها انقيها، تمام، واغسلها غسله كويسه، وبعد كده ايه اخرطها. مش هخرطها الاول وبعدين اغسلها، لا انت كده هتضيعي الفايده اللي فيها. لا احنا هننقيها ونغسلها وبعد كده نخرطها، تمام تمام. وايه كمان يا ام يحيى؟ ومعايا كده كام بصلايه حلوين اهو، كام بصلايه حلوين كده، وشويه توم. يعني بصي حبه كده حلوين. ليه بقى؟ عشان احنا هنعمل من التوم ده طشه. يعني انا هاخد اقل من نص التوم على البصله، على الكام بصله دول، واروح ايه ضربها في الكبه. انا عشان البصل صغير فحتى كذا واحده، انت ممكن تحطي بصلتين كبار. تمام تمام. طيب تعالي بقى للتوابل الحلوه بتاعتنا دي. معايا ايه 2 قالب ماجي. لو انت عندك اللي هي البودر دي حطي معلقه صغيره. ومعايا معلقه صغيره البهارات اللي هي البهارات السبعه. ومعايا شويه فلفل اسمر وشويه ملح. وخلي بالك زي ما بقول لك كل مره، طول ما في ماجي خلي بالك من الملح. لازم تظبطي حياقه وايه، وما تحطيش بقى ملح بعد كده والماجي وبعدين تدوقي، لا، حطي الماجي وشويه صغيرين قوي ودوقي، وخليكي ماشيه ايه واحده واحده كده لحد ما تظبطي حياقه، علشان الماجي بيبقى فيها ملح. ومعايا معلقتين رز. عندك بقى رز، عندك فريك، انا ساعات بحط لها فريك لما يكون ربنا كرمني وجايين من الصعيد ايه فريك. طبعا انتوا عارفين ان ام يحيى ايه صعيديه، احنا صعايده، تمام. فممكن تحطي يا اما معلقتين رز يا اما معلقتين فريك لو ايه لو متوفر عندك. انا ما بحبش احط الفريك بتاع هنا بيبقى فيه لون ومش حلو، لكن فريك الصعيد بسم الله ما شاء الله حاجه كده جميله. ومعايا ايه يا حلوين؟ ومعايا الطماطم. طيب ومعايا سمنه. تمام كده تمام كده. هعمل ايه بقى يا حبايب ام يحيى؟ هاخد البصل ده واروح ايه يا حلوين، واروح ضرباه في الكبه اهي. ضرباه في الكبه ايه ضربه كده حلوه بشويه الثوم، تمام اهو يا حبايبي. بصوا حط كده البصل. طبعا انت بقى تعملي لي سبانخ دي على شوربه لحمه، اعملي زي ما بقول لك على شوربه فراخ اعملي، هتبقى زي الفل برضو. طب انا ما عنديش يا محي لا شرب لا لحمه ولا فراخ، ينفع اعملها بشوربه ماجي؟ ينفع اعملي، ما توقفيش على اي حاجه. عندك شوربه في الفريزر طلعي واعملي. بصوا حطيت كده البصل واحط شويه توم اهو اقل من نص التوم. واروح ايه بقى يا حلوين كده ضربينها ضربه حلوه اهو يا حبيبتي. بصي الحته ايه الحمراء اللي قلنا عليها دي هنضفها كده، تنضفيها كده بسيط خالص عشان ما ايه ما تجردهاش وتاكليها بالسكينه، تمام. تعالي بقى كده ايه بصي دغدغيها كده بالسكينه اهي وخرطيها حتت رفيعه. دي ما ترميهاش، دي طعمها في السبانخ وفايدتها بتبقى ما شاء الله جميله قوي. خرطي بقى كده اهي يا حبيبتي. بصي اهي يا حبيبتي. بصي كمان اهي تاني اهي
خرطيها بقى ايه حتت كده رفيعه، وبرده هندغدغ الايه الحتت الحمراء اللي بنقول عليها دي اهي. بصي ما شاء الله سهله جدا وفيها فايده ما شاء الله. يا ريت تاكلوها لاولادكم حتى بالمعلقه كده مع شويه رز، حاجه ما شاء الله. كمان في الشتا دي جميله قوي اهو يا حبايبي. انا بقى ايه ان شاء الله هخرط بقيه كميه السبانخ دي، بقيه الحزمتين، وهرجع لك يا قمر. اهو يا حبايبي ايه خرطنا السبانخ كده مع بعض اهي تمام، وخرطنا ايه حزمه الكزبره وحزمه ايه الشبت. تعالي بقى يا قمر ايه على البوتاجاز اهو يا حبيبتي. ولعت البوتاجاز وايه، وهحط ان شاء الله كده معلقتين سمنه حلوين. وسلام بقى لو حطيتي ايه بقى معلقتين سمنه بلدي، يا سلام. هنحط كده معلقتين حلوين. هتسيح ايه معانا، وبعد كده نحط ننزل عليها ايه بالبصله. هتسيح كده ايه معانا يا حبايبي. ننزل بقى عليها ايه بالبصله والثوم اللي احنا ايه عملناه في الكبه. بسم الله. نزلي كده ايه البصله كلها ده تقليبه حلوه اهي يا حبايبي. ايديكي بقى كده فيها لحد ما تاخد اللون بتاعنا ايه الذهبي الغامق الجميل، يعني ما تغمقهاش ايه، ما تغمقهاش قوي، لونها كده ذهبي علشان ايه تبقى السبانخ مسكره معاكي، متبقاش البصله محروقه، لا تبقى لونها كده ذهبي ومسكره وجميله. بس فص بالسمنه، يعني حطي كده معلقتين كده كبار عشان بصي تبقى البصله كده ايه شبعانه سمنه كده عشان ما تحرقش معاكي. اهي يا حبايبي ايه خدت اللون اللي انا عايزاه. هننزل بقى عليها بايه، ننزل عليها بالطماطم. بسم الله بسم الله. ندي بقى تقليبه كده حلوه. خلاص حطينا الطماطم. ننزل ايه بقى يا حبايبي، هننزل على الطماطم بشويه الفلفل الاسمر، شويه البهارات، الماجي، شويه الملح. قلبي بقى تقليبه حلوه. انتوا عارفين بقى ايه انا بحط للصلصه ايه يا حبايبي، اي صلصه بعملها بحط لها ايه، بحط لها معلقه سكر، معلقه سكر. قلبي بقى كده واظبطي حيائك وسيبيها تتسبك. غطيها وسيبها تتسبك اهو يا حبايبي. بصوا ما شاء الله اتسبكت اهي، بصوا لونها جميل ازاي. هننزل ايه بقى يا حبايبي، هننزل بمعلقتين الرز. وزي ما قلت لك عندك فريك حطي. طبعا بقى في ناس بتحط لها ايه في يعني حبايبي بيحطوا لها ايه حاجات تانية غير الرز والفريك. نروح بقى نازلين بايه بالسبانخ الجميله معانا.
خلي بالك ما تقوليش ايه ده، دي كتيره، دي كتيره يا ام يحيى قوي. لا لا لا، دي هتهبط دلوقتي. بصي هتبقى ما شاء الله. هتهبط خالص. هتبصي مش يعني هتقولي ايه ده، ده كانت كتيره وكانت هايشه كده وقلنا ده هتملى الحله بقى وايه. لا بصي هي ما شاء الله بتهبط. يعني انت حتى لما تجيبي كميه ما تقوليش لا ده كتير، لا. يعني بصوا دول ما شاء الله دول حزمتين. تمام. فهي ايه بتبقى هايشه كده، واول ما بتنزل بقى كده في التغذيه بتاعتها خلاص بقى بتبقى ايه بتهبط بقى. فهي يا حبايبي بصوا بقى هبطت ازاي في الصلصه بتاعتها. تعالوا بقى نحط لها بقى ايه كبشتين كده شوربه اهو. بصي دي شوربه لحمه، انا هاخد ايه كبشتين، ولو عايزه تاني هحط لها، بس ما تكتريليش الشوربه فيها. ليه بقى؟ علشان هي هتنزل ميتها، السبانخ والخضره هتنزل ايه الميه بتاعتها. هننزل بقى كده بالشوربه، شوربه لحمه فراخ، ما عنديش لا ده ولا ده، اعملي بماجي، اعملي بماجي مفيش اي مشكله. ما هو الماجي انا ما بحبش احطها على فكره، اعمليها في البيت. انت ما بتخافي من الماجي وكده، اعمليها في البيت. في مليون طريقه لعمل شوربه الماجي في البيت، لو انت يعني قلقانه من اللي هي ايه، اللي هي الماجي اللي احنا يعني انت فاهمه بقى. تمام. هنغطيها بقى ومش هنتأخر عليها. ليه؟ علشان ما تسودش معاكي وتغمق وفايدتها تروح. تمام. تمام. هننزل بقى بايه يا حلوين؟ بحزمة الكزبرة وحزمة الشبت بعد السبانخ على طول، او مش مشكلة ممكن تحطيها معاها عادي جدا، مفيش اي مشكلة، متوقفيش على حاجة. وزي ما قلت لك ايه تاخد غلوة كده، ولو لقيتها بقى ايه تقيله وكده برضك هزودها شوربه، بس في الحدود، علشان هي انا سايباها كده بس تنزل ميتها. تمام. تمام. اهو يا حبايبي بصوا كده هبقى خلاص كده ما شاء الله داخله في السوا اهي. انا حطيت لها طبعا شويه شوربه تاني. تمام. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ اللحمه دي انا سلقاها. طب ليه ما حطيتيش يا ام يحيى اللحمه من الاول؟ علشان لو حطيتها من الاول هتتهري. فانا هنزل بيها دلوقتي اهي عشان خلاص قربت اطفي على ايه، على السبانخ. تمام. تمام. تاخد بقى كده غلوتين معاها وخلاص على كده، ونقللها بقى ايه بالتومه وبالكزبره ايه تديكي بقى. بصي هي اساسا بتستوي ريحتها بسم الله ما شاء الله جميله. بصوا بقى يا حبايبي هنقللها اهو. حطيت كده ايه معلقه سمنه كده كبيره، وهحط معلقه كزبره ناشفه. تمام. السمنه كده هتسيح، حط بقى معلقه كزبره على شويه التوم الكتار الحلوين دول. كتري التوم في ايه في التقليه بتاعتها، هتديكي طعم وريحه مفيش كده. خلاص السمنه ايه قدحت معانا اهي. هننزل بقى بالثوم، شويه الكزبره يعني معلقه كده. شمي بقى الروايح بقى يا حبيبه ام يحيى، شمي الروايح وخلي الجيران يشموا الروايح. يا سلام يا سلام عظمه. خلي بس بالك من اللون علشان ما تغمقش معاكي، عايزين اللون الذهبي الفاتح الجميل ده. الله الله على ريحه الكزبره، ايه ده، ايه العظمه دي. هي يا حبايبي ايه بصوا بتحمري معانا اهي. وبقى الريحه مش قادره اقول لكم على الريحه جميله ازاي ما شاء الله. بس كده حلوه قوي كده. تعالي بقى كده ننزل ايه على السبنوخه بالطشه. الله هو ده اللي احنا عايزينه. ايه الجمال ده، ايه العظمه دي. يا سلام يا سلام على الريحه. بصوا بقى الجمال بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال والعظمه. ايه ده ايه ده ايه ده. واللحمه يا دايبه كده دوب بسم الله ما شاء الله جميله. خلاص كده استوت معانا بقت زي الفل. اطفي بقى يا قمر وتعالي بقى نغرفها مع بعض.
اهو يا حبايبي انا غرفتها في الطاجن الجميل ده. ليه بقى غرفتها يا موحي في طاجن؟ عشان انا هحطها في الفرن، اشغل الشوايه علشان عايزه اللحمه دي تشمع معايا. يا دوب هشمع اللحمه بس، مش هشغل الفرن من تحت، لان انا مش عايزه اسوي السبانخ اكتر من كده، عشان زي ما قلت لكم فايدتها، فانا هشمعها بس. خلاص يا حبايبي كده خلصنا السبانخ الجميله بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. انا بقى حطيتها بس كده في الفرن، شغلت الشوايه من فوق زي ما قلت لكم علشان بس اشمع اللحمه. تمام، حاجه جميله بسم الله ما شاء الله، تحفه. لو عجبك بقى السبانخ بتاعت ام يحيى الجميله دي، هتعملي اعملي لايك واشتراك في القناه. مع الف سلامه، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع الف سلامه.